صباح الخير، عاملين ايه واخباركم واحوالكم؟ وحشتوني. بقالي حوالي 4 شهور تقريبا ما نزلتش فيديوهات. يعني انا اسف في الموضوع ده، بس في شويه حاجات حصلت، بس باذن الله يعني مش هقطع خالص فيديوهات باذن الله لو ما حصلش اي حاجه. النهارده هاخدكم في تجربه جديده خالص، والتجربه دي هتكون اللي احنا هنشتغل لمده 24 ساعه توصيل طلبات في شركه ياندكس سيدا. مش عارف انتوا شايفين الشنطه ولا لا، واحنا معانا اصلا اول دلوقتي اوردر رايحين نوصله، هو 3 كيلو. بس انا مش هوريكم الطريق والكلام ده كله علشان احنا اصلا متاخرين عليه. الساعه دلوقتي الساعه 8 الصبح، فهنروح نوصله وبعد كده نكمل كلام. وان شاء الله في اخر الفيديو ده هيكون فيه مفاجاه لطالب من طلابي عيد ميلاده النهارده ان شاء الله، فاتفرجوا على الفيديو لحد الاخر علشان تشوفوا المفاجاه دي وردة فعل على الكل ان شاء الله. عاملين ايه؟ بقالي كتير قوي شغال، بقالي حوالي 5 ساعات تقريبا. طلع عيني الصراحه لان انا كنت شغال مشي وكده، فالموضوع كان متعب شويه لان انا اتعودت برضو في توصيل الطلبات وكده. اللي انا كنت بوصل طلبات بعجله او كده يعني، فالموضوع متعب شويه اللي الواحد بيوصل طلبات على رجله، لان في مشاوير بتبقى بعيده شويه، بتبقى حوالي 3 كيلو او 3 كيلو شويه. هو كل حاجه بوقتها اكيد. لكن مش هنقدر نقول اللي هو ايه، اللي عايز يشتغل لازم يتعب، ولازم يتعب قوي يعني. اللي هو انت عايز فلوس زي ما هما بيقولوا هنا في روسيا، انت هتدينا ايه عشان اديلك فلوس؟ فانا كان بقالي 5 ساعات شغال. دلوقتي البريك بتاعي هكمل كمان شويه، مش عارف كمان ساعتين 3 كده. انا كنت كده كده مظبط اصلا الفيديو بتاعي، كنت مظبط الوقت بتاعي كده اصلا، اللي انا اخلص على الساعة مثلا 2 وهكمل على الساعة مثلا 4. بس انا وقفت على الساعة 1 لان انا ايه، حبيت بقى اللي انا افطر واقعد شوية وكده. وصلت مش عارف حوالي 10 اوردرات في الرينج ده، ومش قليلين. عملت كام فيهم انا معرفش الصراحة، لان ياندكس مش بيكتب. ياندكس بيحاسبك بعدها بيوم، او ممكن بيلم لك الاسبوع كله بيحاسبك. ف بكره ان شاء الله هنعرف الواحد دخل كام، فان شاء الله خير. الاوردر بيبقى عامل في حدود من 70 روبل ل 150 روبل على حسب برضو عدد الكيلوات كيلو اللي هو كام كيلومتر يعني، وعلى حسب حاجات تانية كتير يعني، وعلى حسب برضو البونص اللي هو بيديهولك، وعلى حسب اذا كان الشخص ساب لك تيبس ولا لا، وهكذا. فدي حاجات كتيرة قوي بيختلف عنها الشخص من التاني. بيختلف مثلا الدخل يعني من الشخص للتاني، هو عمل كام اوردر، بيوصل الاوردر بدري ولا لا بيتاخر، فالمواضيع دي كلها بتختلف معاه. فان شاء الله انا شويه كده وهقوم برضو من هنا، وهقوم اتمشى شويه وهروح واخلص برضو الشغل بتاعي، واحاول اصور لكم برضو وانا في الشغل. فان شاء الله خير، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. معلش بقى الواحد ايه، حابب اللي هو الفيديو ده مش هيطلع احسن حاجه، بس حابب اللي هو يبقى فيديو عوده كده، وفي نفس الوقت يبقى الفيديو اللي الواحد يرجع بيه، ويبقى فيه معلومات كتيره برضو في نفس الوقت. يعني مثلا زي ما قلت لكم دلوقتي ده شويه معلومات عن الشغل في ياندكس. فان شاء الله خير، وتبقوا تكتبوا لي تحت ايه رايكم في الجوده الجديده. اللايك ده. حبيت بس اقطع الشغل واكمل اروح احتفل بيه ونفاجئه كده. احنا رحنا لقيناه نايم، وده حاجه كويسه جدا والله اللي هو طلع نايم. رايحين دلوقتي، ده محمد تقريبا ما طلعش في فيديوهات قبل كده، هنبقى نطلعه ان شاء الله الفيديوهات الجايه. هو هيطلع في الفيديو ده ان شاء الله اهو. رايحين دلوقتي بقى نشتري تورتايه لهشام. هو الحمد لله اللي هو نايم، هو مغد شويه بس ايه، يطلع نجيب له التورتايه ويا رب يتبسط من الهديه البسيطه دي، وننقل تورتايه مع بعض دلوقتي ونروح مع بعض دلوقتي ان شاء الله كده. يلا جبنا له التورته وكل حاجه، وهو لسه نايم برضه. فقعدت افكر شويه ايه احسن حاجه ممكن نعملها نفاجئه بيها وخليه يصحى بسرعه وينزل. فهنقول له اللي هو جاله جواب فصل من الجامعه.
ودي احسن حاجه يعني دي احسن حاجه اللي هي يجيله مره واحده صح. هتخليه ينزل مره واحده. ف يلا ان شاء الله خير ويصحى بسرعه ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يابا، كل سنه وانت طيب. انا عارف انك جاي نايم. عاملين ايه؟ اكيد شايفين الجو بقى عامل ازاي بعد اليومين دول. انا بقالي يومين تقريبا خلصت اليوم اللي قلت لكم عليه بتاع الشغل، وهشام هو اللي بيصور اللي عملناه عيد ميلاد. هتشوفوه برده العيد ميلاد بتاعه، عيد ميلاد صغنطط كده هتشوفوه. يا رب الفيديو كله اصلا يعجبكم. الفيديو ده انا حبيت اعمله اللي هو عوده للقناه، مش اكتر، ما فيهوش معلومات كتير ولا اي حاجه، لكن باذن الله بالنسبه للشغل بتاع ياندكس هبقى انزله كمان يومين كده ولا حاجه عشان اعرفكم كل حاجه عنه، اللي هو الدخل بتاعه، وبالنسبه لكل حاجه عنه ان شاء الله ممكن اخدكم يوم كامل ازاي الشغل والكلام ده كله. لكن انا ما قدرتش اعمل الموضوع ده قبل كده في الفيديو ده، لان يعني حبيت بس ارجع للقناه تاني، لان زي ما انتم شايفين لا بقى لي 4 شهور تقريبا اللي انا مش بنزل فيديوهات خالص. فدلوقتي ان شاء الله انا نزلت حوالي 3 فيديوهات صغيرين على اساس ان القناه ترجع تاني اكتف تاني، والفيديو ده هيخلص على هنا ان شاء الله واحنا في الشارع مع الجو الجميل ده. اتمنى الفيديو يعجبكم وتكتبوا رايكم تحت في الكومنتس، واشوفكم فيديو جديد، ويلا سلام.